العمليات دلوقتي مع مالك 7 شهور. مالك زي ما احنا شايفين عنده عينين حجمها كبير جدا، لونها ازرق، عين غير طبيعيه. يا جماعه احنا اتاخرنا جدا 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 مع مالك بسبب جهل كتير قوي من الوالدين، ان هو مش عارف ان هو المفروض منظر زي كده يفحص العين يعرف ان عنده ميه زرقاء. اي طفل مولود عينه كبيره زرقاء بيدمع مش قادر يبص على النور، لازم نكشف سريعا علشان ننقذ العين وننقذ جزء من اللي باقي منها. الحمد لله لسه مخلصين العمليه بتاعت مالك. العين بعد ما خلصنا بدأت يحصل فيها نوع من انواع الشفافيه، لله الحمد. دايما اي طفل مولود في اي حاجه غريبه في العين لازم ان احنا نكشف عليها ونطمن. الميه الزرقاء في الاطفال مش قليله بتحصل، وبنلاقيها لو العين حجمها كبير في اختلاف ما بين العينين الاتنين، مشبره مبيضه شويه. الطفل اول ما بيتولد بيدمع كتير مش قادر يبص في النور. ارجوكم اي حاجه نلاقيها في اي طفل يبتدي يشتكي من اي حاجه من الحاجات دي لازم ان هو يكشف عشان ما يوصلش للمرحله دي والنتائج تكون افضل كتير باذن الله.